يجأرون إلى ربهم عز وجل أن يجعل زوجاتهم صالحات، لأن الأمة مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. إذا أعددت الأمة إعدادا طيبا رأيت منها تحملك إذا غضبت، والاحتفاء بك إذا أقبلت، والصبر على حاجتك وعلى فاقتك وفقرك لو افتقرت. تجد أنها إذا بت غضبان عليها تذكرت قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا بات الرجل غضبان على امرأته باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح، عندها يدفعها دينها وإيمانها، وتتحرك أثر صلاتها في قلبها، فتأتي إليه فتضع كفها في كفه وتقول: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. هذه المرأة التي ربيت على الدين هي التي تحفظ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذه المرأة التي ربيت على الدين هي التي تسمع وتحفظ قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت ربها وأحسنت إلى زوجها قيل لها: ادخل الجنة من أي أبوابها شئت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.